تخيل يا صاحبي، شاب حياته كانت عبارة عن روتين ممل وكآبة. فجأة يلاقي نفسه جوه لعبة، بس مش أي لعبة، دي كرونو لايف، عالم افتراضي فيه كل حاجة ممكن تتخيلها: وحوش، مغامرات، وحتى بناء بيوت وقصور. تفتكر هيقدر يحول حياته البائسة لمغامرة أسطورية، ولا هيقع فريسة لأول وحش يقابله؟ استعد، الرحلة مش هتصدقها، رحلة الملك جيسيوك. ويلا قبل ما نبدأ، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بيك في كرونو لايف، عالم ألعاب فيه أكتر من 100 مليون لاعب بينطوا في عالم مرئي جديد، بيعملوا فرق مع أصحاب جامدين، وبيموتوا الوحوش كأنها شغلتهم من 9 ل5. مغامرة جديدة؟ تمام. حياة اجتماعية؟ اختياري. يلا بينا نبدأ. أول ما اللعبة بتبدأ، بوم، شخصية جديدة بتتخلق. بطلنا جي سيوك بيظهر ومعاه مجرفة، لا درع ولا أي استراتيجية، وعلى وشه تعبير كأنه هيطلب يرجع فلوسه حالا. بيبص حواليه لكن مفيش ولا لاعب واحد. بيبدأ يحس إنه اتضحك عليه. فين ال100 مليون مستخدم دول؟ مش شايف ليهم أثر. بيبص للمجرفة اللي في إيده ويبدأ يحفر، وهو بيفكر يمكن هو ده الهدف الحقيقي من اللعبة. فجأة بلوك طين بيطير في الهواء ويقع على الأرض برزع. جي سيوك بيتنفض كأن حد صاعقه بالكهرباء. بيلمس البلوك، وأول ما بيلمسه بيتم امتصاصه بطريقة سحرية في قائمة الأدوات بتاعته. جي سيوك بيتصدم من اللي شافه. دلوقتي بقى عنده شوية ثقة وبيروح عند شجرة. هناك برضه بيكسر بلوك خشب، يلمسه وبرضه بيروح على القايمة. فجأة بيجيله أشغار: تقدر دلوقتي تبني كرسي. بيدوس نعم فورا، وبوف، كرسي بيظهر قدامه. بيقعد على الكرسي وبيحس إنه ملك، لكن الفرحة دي بتتحول لملل بسرعة. بيبدأ يفكر: هي دي بجد لعبة أدوار؟ هو هنا بجد في وحوش بتحاربها والمستوى بيزيد؟ وهو محتار كده، بيفتح القائمة بتاعته ويشوف إن فيها خيارات لصنع حاجات كتير زي سيف خشب ومنجنيق حصار. فجأة عينه بتقع على حاجة مميزة: كوخ خشبي، يعني بيت. ده كان محتاج 50 بلوك خشب، 10 حجارة، و30 طين. وإيه اللي حصل بعد كده؟ داخل في الموضوع بكل حماس، وبعد ساعات من الشغل الحقيق بنى بيت صغير. أول ما البيت بيبني بيدخل جوه، بيبص على الديكور. شكله متواضع شوية، بس بيقنع نفسه إن دي مجرد البداية. وهو نايم على السرير بيفكر إن الحياة الافتراضية دي أحسن بكتير من حياته الحقيقية، اللي كانت عبارة عن بيت متبهدل، إضاءة ضعيفة ومليانة كآبة. وهو مستلقي بيبص للمجرفة اللي في إيده، وبيفكر إنه في العالم الرقمي ده يقدر يبني كل اللي كان بيحلم ديه في الحقيقة. لكن هدوءه ده ما بيدومش كتير. فجأة حيوان بيكسر باب بيته ويدخل. جي سيوك بيتخض وبيظهر إشعار: دب أسدي، مستوى الخطر A. قبل ما جي سيوك يقدر يعمل أي حاجة، الوحش بيهجم عليه مباشرة. جي سيوك بينجو بصعوبة، لكن سريره بيتكسر. لما بيشوف حالة سريره، جي سيوك بيتحول لبركان غضب وبيمسك مجرفته كأنه سلاح أسطوري. بيستعد عشان ينتقم من الوحش. لكن فجأة الدب الأسدي بيضربه بوكس جامد، وجي سيوك بيطير في الهواء ويقع بره وبيموت هناك. بتظهر رسالة على الشاشة: ستتم إعادتك إلى مكان آمن، تم فقدان بعض نقاط الخبرة. دلوقتي بيلاقي نفسه في مكان مجهول. في إيده نفس المجرفة، لكن بيته اختفى. بعد ما بيتوه شوية بيلاقي شوية أطلال متكسرة، وبيفهم إن ده كان بيته اللي دمره الدب الأسدي. بيقعد هناك حزين وبيقسم إنه لو شاف الوحش ده تاني المرة دي مش هيسيبه. بعدها بتجيله فكرة. بيقوم ويبدأ يبني البيت من تاني، المرة دي أسرع وبتفاني أكتر من الأول. أول ما الشمس بتغرب بيته الجديد بيكون جاهز، لكن الدب الأسدي بيظهر تاني ويكسر الباب ويدخل. المرة دي بيقف مكانه لأنه شاف قدامه الملك جيسيوك قاعد بكل ثقة على المنجنيق بتاعه، جاهز تماماً للجولة التانية. أول ما الدب الأسدي بيفكر يهجم، جيسيوك بيهاجمه بأسلحته ودفاعاته الجديدة، لكن الوحش ده بيستحمل كل ضربة وبيكمل في طريقه. وقتها جيسيوك بيفهم إن الهجمات الصغيرة دي مش هتنفع. دلوقتي يا كله يا بلاش. بينط جوه المنجنيق، بيصوب وبيضرب مباشرة على الوحش. أول ما جيسيوك ضرب بالمنجنيق بتاعه، الدب الأسدي طار بره البيت زي العروس اللعبة وأغمى عليه. الملك جيسيوك هرج بالراحة وقرب من الحيوان بحذر. كان في باله سؤال: هو الوحش ده هيرجع تاني؟ لكن أول ما لمس جلده حصل حاجة غريبة. الدب الأسدي بدأ يدوب في الهواء، وظهرت رسالة:
كان خد الغنيمة: لحم دب، جلدين دب أسدي، و5 عضات دب أسدي. أول ما الغنيمة دخلت قيمته، جي سيوك حس إنه لو طلع يصطاد ممكن يكسب حاجات أسطورية أكتر. لكن مقدرش ياخد أول خطوة حتى، وحس بحاجة غريبة جاية من فوق. بص فوق وعينيه وسعت من الصدمة. فوق كان فيه بوفيه وحوش كامل عايم في الهوا. مسك المجرفة جامد كأنه سيف إكسكاليبر الأسطوري وتمتم: ده شكله غش رسمي. كان عارف إنه لوحده مش هيقدر يواجه كل دول. كان لسه بيفكر يهرب ولا يهجم لما وحش زمجر وبلعه كأنه تعبان مبتدئ. رجع للحياة للمرة التانية واتقتل فوراً. الوقت بدأ يطير والمسكين جيسيوك كان بيتموت في كل جولة. بعد الموتة رقم 1008 وقف تاني قدام البيت اللي بناه بعد آخر هزيمة، وهو بيجز على أسنانه بدأ يشتم الوحوش، مش عشان الموت لكن عشان كل مرة بيكسروا بيته العزيز. فجأة لمح حاجة بتتحرك على الجنب. أيوة، جيش الوحوش راجع تاني، لكن المرة دي جيسيوك مسك المجرفة جامد وصرخ بجنون كامل: أنا كده كده هرجع تاني للحياة، يلا بينا. وزي ما هو متوقع اتموت تاني. المرة دي كانت الموتة رقم 999، لكن الاستسلام كانت كلمة مش في قاموسه. أول ما رجع للعالم تاني من غير ما يضيع وقت بدأ يبني بيته من جديد. بعد كام ساعة جيش الوحوش اتحرك ناحيته تاني، لكن المرة دي البيت ما كانش شكله كوخ، لأ، كان شكله قصر فخم مليان هيبة. الملك جيسيوك كان قاعد على سطح القصر بكل أناقة بيبص لجيش الوحوش كأنه بيقول: هو ده كل اللي جبتوه؟ بعدها بابتسامة خبيثة قال: ابعتوا البوس بتاعكم وأنا هسيب الباقي. فجأة طائر وحش طائر هجم من السماء مباشرة على القصر، لكن أول ما كان هيلمس الحيطة جيسيوك داس على زرار نظام الدفاع الفاخر بتاعه والطائر وقع على الأرض فرخة مشوية. شوية وحوش فريعة وتقيلة عدوا من الفخاخ ووصلوا للحيطة، لكن جيسيوك ابتسم كأنه لاعب محترف بإحصائيات كاملة: تعالوا، مش هتعرفوا تلمسوني. شغل نظام الحريق بتاع القصر وكل الغزاة دول بقوا وحوش مشوية. وبعدها دخل الخطر الحقيقي. جرانتوريس وحش عالمي مستوى خطره بيجي مع علامة حاكم. أول ما التنين ده قرب من القصر دم جي سيوك بدأ يغلي. المرة دي أقسم إنه هيخلص على السحلية الضخمة دي، لكن جرانتوريس كان ماشي بكل غرور كأنه متأكد إن كل مجهود جي سيوك ملوش لازمة. بدأ يسحب الهواء. هجوم النفس الخارق بتاعه كان جاي، لكن فجأة حصل حاجة مجنونة جدا. القصر كله بدأ يتغير شكله بالتدريج، جزء ورا جزء اتحول والقصر بقى ميكا ضخم، روبوت عملاق. جرانتوريس بص فوق وفهم إنه يمكن المرة دي اختار الشخص الغلط عشان يتخانق معاه. قبل ما يقدر يعمل أي حاجة الميكا ده ضربه بوكس جامد خلاه يلحس الأرض. جي سيوك نط من قصر الميكا، راح عند جسم البوس اللي واقع وضربه بالمجرفة. فجأة الشاشة اتملت رسائل: مقلة عين جرانتوريس، مخالبه، قشوره، قلبه، وكنوز أسطورية كتير. وكده جي سيوك بقى أخطر لاعب في العالم كله. النظام أعلن إنه محدش يقدر يلمسه دلوقتي. جي سيوك رفع مجرفته في الهوا كأنه بطل حقيقي وفكر: دلوقتي مفيش حاجة في العالم ده ما أقدرش أعملها. في مكان تاني، الضباط النخبة في جيش جرانتوريس 7 قادة فيالق أقوياء اتجمعوا في مكان واحد. أول ما وصلهم الخبر الحراق بتاع هزيمة البوس بتاعهم، واحد منهم وحش شكله متضايق على طول اسمه دورو اقترح إنهم يبعتوا حد يتأكد من الحقيقة. لكن قبل ما يكمل كلامه قائد تاني اتكلم: مش محتاجين يا صاحبي، النظام عمره ما بيهزر، الإشعار ده حقيقي 100%. بعدها زعيمهم أعلن إنهم لازم دلوقتي يوحدوا قوتهم ويهجموا على العالم الآخر عشان ياخدوا بطار سيدهم جرانتوريس. الفرقة كانت لسه هتتحرك وفجأة الأرض بدأت تتهز. ده صوت خطوات جرانتوريس، وبوم، جرانتوريس نفسه دخل مشية الزعماء. كل الوحوش انحنوا فورا وعملوا نفسهم بشكل محرج إنهم كانوا لسه رايحين ياخدوا الطار. لكن جرانتوريس بصلهم وسألهم: مش انتوا اللي كنتوا بتبعتولي جيوش ورا بعض؟ وشوشهم ابيضت، في حاجة غلط. قبل ما يفهموا أي حاجة القنبلة الحقيقية نزلت. جرانتوريس كان بيتحكم فيه الملك جي سيوك. قال: لو كل مرة كنت برجع فيها للحياة كنتوا بتكسروا بيتي، يبقى لازم يحصل فيكم نفس اللي حصل. وبعدها من غير أي تحذير فتح بقه وطلع منه ترسانة أسلحة كاملة، رشاشات، قاذفات صواريخ، ستايل ترانسفورمرز كامل.
الوحوش صرخوا من الخوف. لكن جيسيوك ما كانش في مود هزار، طلع حركته المميزة شعاع الميكا ومسح جيش الوحوش كله كأنه زبالة. محدش قدر يهرب، محدش نجا إلا واحد بس، دورو المخلص. دلوقتي بقى حجمه قد إيد جيسيوك، كأنه اتضرب بشعاع تصغير. دورو خرج وهو بيزحف وقال: يا معلم، فيها أي شغل؟ جيسيوك بصله بطرف عينه وسأله: انت نجيت ازاي؟ وفي نفس الوقت قال له انه شكله بقى عامل زي اللعبة. دورو شرح انه يقدر يتجدد من اصغر حتة في جسمه، لكن كل ما الضرر بيزيد كل ما حجمه بيصغر وبيبقى اضعف. جيسيوك هز كتفه وقال: دلوقتي مفيش فايدة من قتلك. لما سمع كده دورو بدأ يعيط بكل دراما وبيترجى الرحمة. جيسيوك زعل تاني: للأسف مش هيعمل حاجة، قول الحقيقة. وفي الآخر دورو اعترف. في يوم من الأيام حاكم العالم الآخر جه بنفسه لجرانتوريس وأمره إنه يقضي على جيسيوك. دلوقتي جيسيوك بقى متلخبط تماماً، ليه مطور بمستوى حاكم عايز يتخانق مع لاعب عادي؟ دورو بضحكة محرجة قال إن هو كمان ما يعرفش حاجة. جيسيوك قال له هو متضايق شوية: بطل الضحك المصطنع ده وقول لي أقدر أقابل حاكم ده؟ دورو قال له بصراحة: لا، مفيش أي فرصة. فجأة دورو لاحظ إن جيسيوك واقف على برج عالي وسأله: يا صاحبي، أنت ناوي على إيه دلوقتي؟ جيسيوك شاور على السما وقال بنبرة درامية: أنا ببني البرج ده عشان عايز أروح هناك. دورو اتلخبط خالص: هناك فين؟ جيسيوك ابتسم وقال ببساطة: عايز أروح القمر. دورو كان هيجيله سكتة قلبية: أنت بتتكلم جد؟ جيسيوك رد وهو بيضحك. دورو دلوقتي اتجنن خالص، بدأ يدي محاضرة فيزياء. القمر مش رحلة ويك أند يعني. لكن جيسيوك تجاهل وقال: لازم أروح عشان الموضوع رومانسي. دورو عمل فيس بالم في دماغه وفكر: اللي كنت لسه بقوله يا معلم طلع مهرج معتمد. جيسيوك كان بيبني البرج بسرعة ماينكرافت ودورو كان بيتفرج بس، لكن من جواه كان بيفكر: في يوم من الأيام هعلي مستوايا واضربه ضربة أخليه يختفي، بس لحد وقتها هفضل المساعد المخلص. دلوقتي جيسيوك بيشتغل ليل نهار بجنون كامل عشان يبني برج يوصله هو ودورو وجرانتوريس مباشرة للقمر. طاقمه كله بيساعده، دورو في البنى وجرانتوريس في الدفاع، بيقضي على أي متسلل. بعد كام يوم جيسيوك ودورو خرجوا من الغلاف الجوي للأرض. فجأة حاكم اللي قاعد فوق في منطقته السماوية الهادية شاف كل ده. وصف جيسيوك بإنه غبي من الدرجة الأولى، لكنه اعترف إن كل ده مسلي بشكل مفاجئ. مسك قلم، كتب تحدي، وقرر إنه أول ما جيسيوك يوصل القمر هينزل التحدي ده. وبعدها هبطوا على القمر. جيسيوك ودورو نطوا زي الأطفال المتحمسين بيصرخوا: إحنا بجد وصلنا! قعدوا شوية على سطح القمر بيتأملوا منظر العالم الآخر. دورو قال بهدوء: شكراً إنك وريتني ده، عمري ما شفت جمال زي ده. جيسيوك وشه أحمر شوية وقال: يا عم بلاش تبقى رسمي قوي، استمتع بس. بعد شوية قاموا وبدأوا يجمعوا مواد من القمر، لكن فجأة الأرض اتهزت تاني كأن حد شغل مزيكا صاخبة. بصوا وراهم ولقوا قدامهم وحش أرنب ضخمة، أرنب ضوء القمر الدموي المجنون اللي كان بيتباهى بمستوى خطره SS. قال بغضب: انتوا يا بتوع الكوكب الأزرق مش هترجعوا من القمر. لكن قبل ما يقدر يعمل حاجة جيسيوك ضربه بلكمة الرابط المميزة بتاعته ودفنه في تراب القمر. الأرنب قام وهو بيترنح وزمجر إن محدش هيرجع الأرض تاني. لكن جيسيوك ودورو كانوا هادين وقالوا إن كل حاجة تمام لحد دلوقتي. بعدها الأرنب صرخ صرخة مرعبة هزت القمر كله. الاتنين مسكوا دانهم كأنهم في أسوأ حفلة موسيقية. جيسيوك كان متلخبط، لكن دورو فهم إن الأرنب المجنون ده بينادي على دعم. وفعلا من كل حتة ظهر جيش كامل من أرانب القمر جاهزين للقتال. جيسيوك فهم إن الهروب دلوقتي مستحيل. رجع لوضع الأكشن تاني وبدأ يمطر لكمات روبوتية زي المجانين. في الوقت ده دورو كان واقف بعيد بيتفرج على كل حاجة وبيفكر إن يمكن خلاص نهايتهم قربت، لأن الخناقة الكبيرة دي ما كانتش في الخطة. لكن فجأة فهم حاجة: الفرقة الأرانب كانت بتستهدف جيسيوك بس مش هو. هنا دورو خد قرار في صمت. فكر إن جيسيوك يمكن ما ينجوش المرة دي، وطول ما كل الكور الفرو دي مشغولة هو ممكن يخلع. أول ما لف عشان يمشي عينه جت على العالم الآخر
وافتكر اللحظة الهادية لما كان هو وجيسيوك بيتأملوا جمال القمر سوا. هناك جيسيوك كان واقف وسط حشد الأرانب بوقفة كلها ثقة، كأنه بيقول تعالوا اعملوا اللي عايزينه، مع إنه من جواه كان عارف إن عددهم أكبر منه بكتير. بدأ يفكر إنه لازم يلاقي فرصة يا إما يقضي على كل الأرانب يا إما يهرب بنفسه. فجأة وحش أرنب نط في الهواء بكل قوته عشان يضرب لكمة من فوق كأنه بانكيك طاير، لكن قبل ما يوصل لأقصى ارتفاع دوره من بعيد ضرب شعاع سحري حاد وبخر الوحش ده مباشرة كأنه بيلعب لعبة اضرب الخلد. جيسيوك اتصدم تماما من اللي شافه واعترف إن دوره عنده مهارات قتالية سريعة جدا. دوره ابتسم ابتسامة خبيثة وقال في لحظة درامية: أنا لحد دلوقتي ما كنتش بوري قوتي الحقيقية. لما جيسيوك قالوا إنه كان فاكر إنه دوره هيهرب، دوره قال له بروح الأخوات: الخناقة دي مني ليك كشكر على اللحظة الجميلة اللي وريتها لي. دوره اتقدم، لكن أول ما دخل وسط جيش الأرانب حس إنه لسه في مرحلة الشحن، يعني سحره مش هيبقى قوي كفاية. جيسيوك شغل بدلة القمر اللامعة بتاعته وجه زي بطل فضاء خارق، مسك دوره وطار بيه مباشرة للسماء، صرخ: ما تقلقش هنرجع عايشين. وهو طاير في الهواء جيسيوك فتح نظام الأسلحة في بدلته وطلع منه بوفيه أسلحة كامل، ليزر وصواريخ وحاجات تانية كتير. بدأت تمطر على كل وحوش الأرانب زي الألعاب النارية. بعد شوية لما خلص عليهم وجمعوا حاجات القمر، جيسيوك ودورو قعدوا على أرض القمر المتربة بيشربوا عصير كأنهم لسه كسبانين حرب أرانب كارثية. فجأة دورو سأل ببساطة: أنت ليه كتبت اسمك على القمر؟ جيسيوك رد بكل هدوء: عشان ده رسمي، بقى مكاني، لازم الكل يعرف. لما سمع كده دورو خد نفس طويل وفكر: الواد ده أكبر مجتهد شفته في حياتي. بعدها سأله: أنت ليه بتلعب اللعبة الغريبة دي؟ جيسيوك بص للسما وابتسم وقال: عشان بستمتع. لكن الجو الهادي ده ما بيدومش كتير. فجأة الاتنين شافوا إن العالم الآخر بتاعهم بيتدمر بانفجار طاقة ضخمة. جيسيوك شغل بدلته فوراً وقال لدورو: خليك هنا، أنا هروح أشوف إيه اللي بيحصل. دورو حاول يوقفه، لكن جيسيوك كان انطلق زي الصاروخ. أول ما دخل الغلاف الجوي للعالم الآخر أقسم إن اللي دمر العالم اللي بناه هيدفع تمن ده. نزل بقوة، شاف الدمار في كل حتة ونادى على جران توريس، وهو متوتر جري وسط الأنقاض بيدور عليه وبعدها لقاه. لكن جران توريس كان واقع على الأرض فاقد الوعي أو يمكن ميت. الهواء بقى هادي تماما. فجأة صوت كسر الصمت ده راجل ومخلوق شبه الجريملين شافه جيسيوك. المخلوق الصغير ده اللي اسمه أوروس صرخ. الولد اللي واقف جنبه بكل غرور شاور على جيسيوك واتريق عليه إنه ماشي بسلاح عبارة عن مجرفة. لكن أوروس فورا اتريق على البوس بتاعه: وانت نفسك بتحارب بعصاية خشب فبطل تتريق. الراجل ده اللي اسمه بيس واللي بيعتبر أقوى مستخدم في كرونو لايف ومستوى سلاحه فوق ال 99، ابتسم بس وبص لجيسيوك كأنه شايف حشرة غريبة. سأله ببساطة: يا صاحبي أنت مين؟ لكن جيسيوك بص له بعيون مليانة غضب ورجع له نفس السؤال: أنت مين؟ بيس فضل هادي كأن مفيش حاجة تفرق معاه. قال له: لو عندك مشكلة تعال نخلصها هنا. أول ما جيسيوك وقف وش لوش قدام أورس وبيس غضبه كان في السماء. فهم إن بيس ده هو المهرج اللي قضى على جران توريس ودمر البرج اللي جيسيوك بناه بدمه وعرقه عشان يوصل للقمر. جيسيوك بص له نظرة موت وقال له بصراحة: يا مجنون يا عريان يا اللي ما بتعرفش تلبس غير ملابس داخلية. أول ما سمع كده أورس وقع على الأرض من الضحك والتريق: يا بيس أنت اتهزقت هزيمة جامدة. لكن بيس ما تأثرش، لا غضب ولا خاف، ابتسم ابتسامة باردة وقال زي شخصيات الأنمي: لسه المشوار طويل. قبل ما حد يقول حاجة تانية بيس فجأة جري بأقصى سرعة ناحية جيسيوك، بسرعة لدرجة إن جيسيوك ما لحقش يرمش. فضل باصص له مصدوم، لكن في آخر ثانية جيسيوك سيطر على نفسه، شغل بدلته وطار فوق في الهواء، نجا بأعجوبة. وهو عايم في الهواء بص لبيس واعترف إن سرعته جامدة جدا، لكنه حس كمان إن رجله الشمال بتترعش شوية. كان اتأخر جزء من الثانية وخد إصابة خفيفة. بيس بص فوق وأشاد بيه: عجبني إنك تفاديت الهجمة. جيسيوك ما ضيعش وقت، فتح أسلحة بدلته وبدأ يشحن لهجوم مضاد. لكن بيس ما كانش دمي التدريب، هو كمان بدأ يجمع طاقة كأنه بيستعد يهجم الأول. فجأة بيس نط لفوق وضرب هجمة مباغتة. جيسيوك كان عارف إن مفيش وقت للهجوم المضاد فتفاداها تاني، المرة دي بأسلوب أكتر. شغل حركته النهائية قلعة الملوك وظهر قدامه مقاتل معدني ضخم شبه الترانسفورمرز، هو نفسه اللي قضى على جران توريس قبل كده. الأرض بدأت تتهز كأنها غسالة بايظة.
أوريوس وبيس اتجمدوا مكانهم مصدومين تماماً. قبل ما يفهموا أي حاجة جيسيوك استخدم عليهم حركة هجوم القلعة، وهو بيفكر إن ده الوقت المثالي عشان يفاجئ بيس ويهزمه. على القمر دورو كان بيتفرج على الألعاب النارية دي وخاف. يا جماعة إيه اللي بيحصل في العالم الآخر ده؟ نرجع لأرض المعركة. بيس بكل هدوء صد هجوم القلعة، بس بسيفه الخشب كأنه شرير أنمي رخيص لكن بقوة حاكم. جيسيوك بقه فضل مفتوح، إزاي صد حركة ضخمة زي دي بعصاية؟ بيس طار فوق تاني وصرخ دلوقتي دوري، ونزل من السما بحركة مرعبة، الضربة الهابطة ناحية القلعة. جيسيوك شغل دماغه فوراً، استدعى ملايين البلوكات في نفس الوقت. البلوكات دي امتصت الصدمة وأنقذته. بيس أشاد بيه هو كمان، أنت بجد قوي. جيسيوك رد الإشادة، وأنت كمان وحش حقيقي. أول ما البلوكات اختفت زي الستارة، الاتنين اتقدموا تاني مع بعض. مفيش تسخين دلوقتي، دي الخناقة الحقيقية. الاتنين ضربوا في نفس الوقت، وأول ما أسلحتهم اتصدمت حصل انفجار ضخم كبير لدرجة إن العالم الآخر اتقسم نصين حرفياً، جو أفلام مايكل باي بالظبط. بعد شوية أوريوس وبيس كانوا واقفين على حتة عايمة من العالم الآخر. أوريوس قال وهو مصدوم، المعلم بجد كسر العالم. بيس هز كتفه وضحك، كده العالم ده كان ضعيف، كان المفروض يبنيه أقوى. لكن فجأة بيس شاف حاجة على بعد شوية، على بلوك حجري. جيسيوك كان لسه واقف كأنه بوس نهائي مش مستعد يستسلم. بيس اتصدم، ده لسه عايش ازاي؟ جيسيوك ما قالش حاجة، بس رفع المجرفة في إيده وتحدى بيس من غير كلام للخناقة الجاية. لكن فجأة جيسيوك وقع على الحجر على وشه مباشرة كأنه اللابتوب فصل شحن. أوريوس بصله وقال ببساطة، المجرفة دي شكلها مريب، لا تكونش سلاح خارق. بيس وافقوا وبص لجيسيوك بنظرات شك. فجأة فتحت بوابة سحرية منورة في الهواء، وظهرت شخصيتين جداد. واحد راجل في منتصف العمر بهيبة مدير شركة شوي دوكبي اللي هو بوس كرونو لايف، وجنبه واقفة بنت غامضة. بيس شافهم وسأل. تشوي دوكبي رد بغضب، انت عدوي وكسرت عالمي كله كأنه قصر رمل. قربوا من بيس، وبيس بكل هدوء قال، جايين تاخدوا ايه فجأة؟ هناك البنت راحت عند جيسيوك، نادته يا مستخدم، وحاولت تصحيه كأنها بتعمل ريستارت لكمبيوتر بطيء. بيس سأل جرامس تشوي بهزار، دي حفيدتك ولا ايه؟ شكلها لطيف. جرامس بصله ولف عينه. البنت اللي اسمها يوريا واللي هي المطور الرئيسي للعالم الآخر فضلت تهز جيسيوك. جيسيوك بدأ يفوق بالراحة. فجأة يوريا كشفت سر كبير ببساطة، عشان أخليك قوي كنت بموتك كل شوية. دماغ جيسيوك علقت تماما، قلب همس، انت ايه؟ لكن قبل ما يفهم أي حاجة تانية أغمى عليه تاني كأنه موبايل فصل على 1% بطارية. يوريا بصت له، خدت نفس طويل، وبعدها باست شفايفه بوسة ناعمة وقالت، ارتاح دلوقتي يا مستخدم ميت، كأنها بتكتب وداعا في آخر تحديث للعبة. بعد شوية دورو بيحاول يصحي جيسيوك. أول ما جيسيوك بيفتح عينيه بالراحة بيشوف إن دورو عمال يضربه على وشه كأنه منبه بايظ مش راضي يسكت. وهو متضايق جيسيوك قام فجأة وزق دورو على جنب كأنه دبانة. دورو وقع على الأرض بشكل درامي، وجيسيوك مسح جبهته وقال إن الضربة كانت جامدة. فجأة افتكر الانفجار اللي قسم العالم الآخر نصين، لكن لما بص للسما شاف إن العالم الآخر عايم في الهواء بسلام كأن مفيش حاجة حصلت. وهو محتار هرش في راسه وفكر، هو العالم عمل ريست لنفسه ولا دماغي اللي فيها حاجة غلط؟ فجأة دورو نط عليه وحضنه جامد وقال إنه كان خايف إن معلمه يمكن مات. جيسيوك اتأثر شوية وشكر دورو، وهو فاهم إن يمكن دورو بيهتم بيه. لكن دورو عمل وش غريب وقال إنه ما كانش خايف على جيسيوك، لكنه كان خايف إنه لو مات دورو كان هيتحبس لوحده في سجن القمر للأبد. حركة دورو الكلاسيكية. جيسيوك بص حواليه وخمن إنه لو دورو معاه يبقى هم على سطح القمر. دورو هز راسه بفخر كأنه حل لغز. بعدها سأله جيسيوك حاسس بإيه؟ وجيسيوك هز راسه وقال إنه كويس لكن متلخبط شوية، لأن بيس هزمه هزيمة ساحقة ومع ذلك هو حاسس إنه كويس. بص لدورو قال،
قول الحقيقة دلوقتي، إيه اللي حصل وأنا فاقد الوعي؟ دورو هز راسه ودخل في مود الشرح. قال إنه شاف من القمر إن العالم الآخر اتقسم زي عرض ألعاب نارية، وأول ما كان هيبدأ يقلق سمع صوت بنت بتقول له يفضل هادي. دي كانت يوريا. دورو قال إنه شافها شايلة جيسيوك بأسلوب أميرات الأفلام الرومانسية وماشية بيه. لما قربت منه دورو ارتاح إن جيسيوك على الأقل ما ماتش. يوريا حطت جيسيوك بالراحة وقالت إنه بس فاقد الوعي وما بقاش في خطر. عملت تعويذة شفاء خاصة من النوع الفاخر اللي أنقذته من الضرب ده. لما دورو قرب شوية سأل يوريا مباشرة إذا كانت هي اللي دمرت العالم الآخر. قال لها يا حكمت، وكان فاكر إن كل ده خطتها. يوريا ابتسمت بس وقالت له يا ذكي، وقالت إن نص كلامه صح. قالت أيوة هي اللي عملت العالم الآخر، لكن مش هي اللي دمرته. دورو سأل وهو متلخبط أمال مين؟ ويوريا ردت بصراحة تامة بيس معاه سيف خشب مقوى مجنون مستوى 99 دمر بيه العالم كله. قالت إن بيس اللي هو أقوى واحد في الكون كله دخل من السيرفر الرئيسي لكرونو لايف. العالم الآخر كان محمي بحاجز للمستخدمين الجداد زي غلاف فقاعات رقمي، لكن بيس كسره بسلاحه الخارق. يوريا قالت إن بيس رجع دلوقتي لعالمه الأصلي، لكنه هيرجع تاني، والمرة الجاية العالم الآخر هيبقى في مصيبة كبيرة. بعدها يوريا رفعت إيديها كأنها هتعمل حركة سحرية وقالت تعويذة استعادة، وفوراً العالم الآخر بدأ يتهز كأنه الروح رجعت له فيه، وفي كام لحظة رجع زي ما كان الأول كأن بيس ما جاش أصلاً. لما دوره قرب شوية شاف إن جيسيوك قاعد في صمت على سطح القمر غرقان في مشاعره. جيسيوك حس إن بيس هزمه هزيمة ساحقة، ودلوقتي هو غضبان ومحبط من نفسه. كان حاسس إنه بقى لا يقهر بعد ما بقى ملك العالم الآخر، خصوصاً بعد ما هزم جرانتوريس، لكن دلوقتي حاسس إنه كان مغرور بس. وهو غضبان جيسيوك بقى يخبط مجرفته في أرض القمر زي طفل بيخسر في لعبة فيديو. تمتم إنه خسر من بيس وما قدرش ينقذ أي حاجة. دورو حاول يشجعه وقال إنه مجرد إنك تفضل عايش قدام بوس من الطراز الأول في الكون زي بوس ده في حد ذاته إنجاز كبير. لكن جيسيوك قال إنه عايش بس عشان مجرفته صدت هجمة بوس. فجأة لمبة نورت في دماغه، لو مجرفته البسيطة دي قدرت تصد أقوى هجمة البوس يبقى يمكن هي مش أداة حديقة عادية. بصلها كأنها سيف إكسكاليبر، وسأل دورو إذا كان يعرف مين اللي عملها. دورو هز كتفه وقال إنه مش خبير معادن فما يعرفش، لكنه بعدها قال إنه يعرف ناس ممكن يعرفوا، الأقزام اللي عايشين في منجم نيلفن وأساتذة في الصناعة. لما سمع كده جيسيوك ما ضيعش ثانية واحدة، شال دورو زي الكورة وقال إنهم لازم يروحوا يقابلوا العباقرة الملتحين دول حالا. لما سألوا إذا كان دورو يعرف أصلا منجم نيلفن فين، دورو سكت شوية وبعدها اعترف إنه ما يعرفش، لكن جيسيوك فضل هادي وقال مفيش مشكلة هندور عليهم من السما. دورو اتلخبط شوية، لكن جيسيوك كان مستعد تماما. من غير أي تأخير استدعى الروبوت المعدني بتاعه وشغلوه. أول ما الآلة اشتغلت جيسيوك أعلن إنه دلوقتي هيصفي حسابه مع يوريا اللي ساعدته وبيس اللي دمر كل حاجة. في الوقت ده في عالم اسمه المرتفعات المظلمة شوية جنود كانوا مشغولين في خناقة مع جيش من الهياكل العظمية. واحد منهم يوهام لاحظ إن عدد الأعداء كبير جدا، لكن بنت بتشيلد كانت بتطيرهم يمين وشمال وبتقول إن العدد مش مهم لأن الهياكل دي ضعيفة جدا. يوهام ما جادلهاش بس ضحك وقال إن المشكلة مش في ضعف الهياكل، لكن بتشيلد هي اللي قوية زيادة عن اللزوم عليهم. جنبهم جنديين تانيين فوكسر وجريس كانوا بيحاربوا باستمرار. جريس كانت بتسحق الوحوش في كل حتة، لكنها قالت بملل إن مفيش أي متعة في الموضوع. يوهام حاول يفهمها إن اللعبة نفسها ضعفت الأعداء عشان تسهل على اللاعبين الجداد، حتى إنه قال لو الوحوش كانت قوية من البداية اللاعبين الجداد كانوا هيخرجوا من اللعبة قبل ما يبدأوا. اعترف إنهم يمكن عليوا مستواهم أسرع من المتوقع، لكن بيتشيل ما صدقتش النظرية دي واتريقت على إدارة اللعبة وقالت إنهم هواه. قالت إن الحقيقة هم اللي جامدين جدا والهياكل مش قادرة تواكب سرعتهم. جيسي اللي كان لسه مستمتع قال إنه ما عندوش مشكلة. فجأة جريس لمحت حاجة مريبة في السماء ونادت على يوهام. لما سألها إيه اللي حصل شاورت على السماء وسألت إيه اللي بيطير ده؟ يوهام ضيق عينيه عشان يشوف وقال إن في حاجة بتطير لكنها بعيدة لدرجة إنه مش فاهم هي إيه بالظبط. جريس خمنت إن ده يمكن وحش جديد نازل. يوهام اتحمس شوية وقال لو ده وحش يبقى حظ وحش جدا إنه هينزل قدامهم. الكل استعد عشان يوقعوه، لكن اللي كان بيطير ما كانش وحش، ده كان وش جرانتشرس متوصل بمراوح هليكوبتر
لأن جيسيوك ودورو بعد تحديث العالم ضموه لفريقهم بطريقة ما. وهو نازل جيسيوك بص تحت وسأل: هم دول الأقزام؟ دورو هز راسه: لأ، دي منطقة الهياكل العظمية. كل ما بيقربوا دورو شاف فريق يوهام وخمن إن دول مستخدمين. دورو قال إنهم يمكن بيعانوا مع جيش الهياكل. فجأة انفجار طاقة قوي جه ناحية الهليكوبتر وضرب وش جرانتشيرس مباشرة. جوه جيسيوك ودورو كانوا مصدومين. ليه المستخدمين الجداد دول بيهجموا فجأة؟ تحت يوهيم وفريقه كانوا بيبذلوا أقصى جهدهم، فاكرين إنهم لو وقعوا الوحش الطير ده الطريق هيبقى فاضي. بيت شيلد أطلقت حركتها الرعد المتدحرج اللي ضربت راس جرانشوريس مباشرة، لكن الضرر كان قليل لدرجة تضحك. جيسياك ودورو فهموا بسرعة إن هجومهم خطير زي المكرونة المبلولة. دورو فكر إن الناس دي يمكن لسه مبتدئين خالص. الفريق فضل يهجم لكن جيسياك اتضاين. بعد ما حارب بوس نهائي للكون زي بيس، الخناقة دي كانت بالنسبة له زي رمي بطاطس. دورو سأل: نسيبهم يمشوا؟ لكن جيسياك بضحكة شريرة رفض. هم اللي هجموا الأول، دلوقتي دورنا. قال لجرانشوريس: اشحن وطيارهم. جرانشوريس زي المدفع المقلص وافق فورا وفتح بقه وبدأ يشحن طاقة. أول ما جرانشوريس جمع الطاقة فريق يوهيم اتلخبط، مش فاهمين إيه اللي يحصل ده. وفجأة بدأ شعاع الميكا ماتشا. يوهيم تفاداها بصعوبة لكن حظه ما بقاش كتير. جيسيوك شافه قال لجرانشوريس: افضل اضرب لحد ما الشعاع يصيبه. بعد ما تفادى كذا مرة كأنه في وضع الغريزة الفائقة، يوهيم في الآخر اتصاب بالشعاع وطار زي الباقيين. بعد شوية جرانشوريس نزل على الأرض وجيسيوك ودورو خرجوا. وهم بيتمشوا في ساحة المعركة دورو سأل: انت بجد هتحيي الهياكل دي وتستخدمهم كمواد صناعة؟ جيسيوك كان في وضع الزعيم الكامل دلوقتي. ابتسم، لمس هيكل عظمي قريب بمجرفته وظهر على الشاشة: لقد حصلت على عظمتين هيكل عظمي. بعدها جه تنبيه تاني: مهارة خاصة مفتوحة، صانع العظام، اللي اشتغلت من إنجاز هزيمة الهياكل العظمية. بالمهارة دي يقدر يخلط العظام ويعمل هياكل عظمية قوية. جيسيوك اتصدم شوية وفكر: ده بجد؟ دورو كان متلخبط هو كمان وقال: يلا نجرب، الهياكل مالية المكان. بعد شوية جيسيوك عمل مخلوقات هياكل عظمية كتير، لكن بعد ما عمل 100 هيكل مرعب عمل هيكل صغير ولطيف وسماه بيونجاجي. دورو بصله كأنه بيتفرج على فيلم رعب: ده مقرف قوي. بعدها قال وهو متضايق شوية: ما تضيعش وقت في أسماء لطيفة، ركز. لكن جيسيوك ضحك وقال: يا عم شوية خضار ضروري. فجأة جه تنبيه جديد: لقد صنعت 1000 هيكل فريد، واحد من الدرجة النادرة، جاهز. داس قبول وموجة طاقة قوية بدأت تتجمع قدامه. جيسيوك ودورو اتصادموا. في كام ثانية ظهر قدامهم دبور هيكل عظمي عملاق بأجنحة ضخمة. صوته كان ملكي جدا: أنا المتواضع. طلع إن ده مش أي حد، ده ملك الليتش، سيد الموتى الأسطوري اللي مستوى خطره SSS. ركع على ركبه وقال لجيسيوك: اديني اسم. جيسيوك كان لسه بيفكر لما دورو قطعه وقال: ما تثقش فيه، ده أكتر وحش ماكر وخداع، عمره ما هينحني لحد. لكن جيسيوك تجاهله وقال: أنا فكرت، اسمه هيبقى بيزودوك. دورو حس كأنه هيغمى عليه، ده أسوأ وقت تختار فيه اسم زي ده. لكن ملك الليتش قبل الاسم بهدوء. بعدها سأله: انت تعرف منجم نالفين فين؟ دورو قطعه تاني وقال: ده ملك الليتش، ازاي هيعرف حاجة عشوائية زي دي؟ لكن بيزودوك هز راسه من غير تردد، قال: ايوه. اول ما سمع كده وش جيسيوك نور: يلا ودينا هناك. بيزودوك قطع الامر من غير اي سؤال، زي هيكل عظمي مخلص ومخيف. اول ما سمعوا كده الكل بدأ يتحرك، لكن بعد كام خطوة جيسيوك وقف فجأة ولف بص لبيزودوك. اول ما لف بيزودوك بسرعة خبى سلاحه ورا ظهره زي حيوان شقي بيسرق حاجة. فجأة جيسيوك فجر مفاجأة ببساطة وقال إن عندهم شغل مخلصش في عالم المرتفعات المظلمة. بيزودوك اتلخبط وبدأ يخاف سره ليكون جيسيوك شاف سلاحه المخفي. لكن حصل تويست في المشهد: جيسيوك ما كانش غضبان، بالعكس، هو ادى أمر للكل إنهم دلوقتي يوحدوا قوتهم العقلية وعضلاتهم العظمية عشان يبنوا أكتر قاعدة أمانة لحد دلوقتي. جمع فرقة الهياكل كلها وعرض خطته قدامهم: هنعمل قلعة قوية لدرجة إن لو نيزك وقع عليها يتخبط ويرجع. قال إن كل أنواع الأسلحة هتتركب فيها، سهام، مدافع، أو حتى فراخ غضبانة، عشان محدش مبتدئ يقدر يقرب. بعدها الكل بدأ يشتغل وكأن وضع الإبداع في ماينكرافت اشتغل. البرج اتبنى في وقت قياسي. بعد شوية جيسيوك ودورو وبيزودوك قصوا شريط برجهم المظلم كأنهم رجال أعمال عقارات. بعد الاحتفال الصغير ده
جيسيوك نده دورو قال له إن دلوقتي وقت اختبار الأمان. دورو أنم بصوت جد عجوز وسأله هو ده ضروري؟ لكنه كان عارف إن الرفض ملوش فايدة. رابط تمثال إنسان على ظهره واتجه ناحية البرج. أول ما قرب جيسيوك صرخ في متسلل، وبوم الكل بدأ يضرب نار. دورو نجا من الرصاص بصعوبة، لكن التمثال المسكين طار تماما. جيسيوك ابتسم زي الأب الفخور وقال إن نظام دفاعهم شغال بالوقت في وضع الزعيم. عمل قانون كمان، لو شافوا عدو مرعب الهياكل تضرب إشارة ليزر فوراً، يهربوا بحياتهم ويستنوه يجي. الكل وافق وجيسيوك راح عند الهيكل اللطيف بيونجاجي، طبطب على راسه وقال خلي بالك من البيت. فجأة بيزدوك استدعى موتوسيكل كأن فيلم أكشن شغال. التلاتة ركبوا الموتوسيكل جاهزين يسيبوا المرتفعات المظلمة ويتجهوا لمنجم نيل فين. من غير ما يضيعوا لحظة بيزدوك شغل الموتور وانطلقوا. بعد ما مشيوا مسافة دورو حس بحاجة غريبة وسأل ليه سابوا جراند شوريس وراهم. جيسيوك قال بهدوء إن جراند شوريس بطيء جدا والسفر معاه هيبقى زي سباق السلاحف. بعدها بيزدوك طرح موضوع جاد، كان بيفكر إذا كانوا ضيعوا وقت كتير في المرتفعات المظلمة، لكن جيسيوك فضل هادي وقال إن كل حاجة كانت تستاهل. استمتعوا، عملوا أصحاب جداد بيزدوك منهم وبنوا برج كمان. لما سمع كده بيزدوك ضحك وقال إنه يأمل إن الرحلة الجديدة دي تكون ممتعة بنفس القدر. بعد أيام من السفر والنوم في الخيم وصلوا أخيراً لمنجم نيلفن. أول ما دخلوا الكهف جيسيوك اتحمس زي الطفل اللي دخل محل حلويات، لكن الفرحة دي ما بقتش كتير. المكان كان مهجور وفاضي تماماً زي صباح يوم الاثنين. جيسيوك بص حواليه وسأل فين الأقزام اللي المفروض يكونوا هنا؟ بيجودوك هز كتفه وقال إنه ما يعرفش. أضاف كمان إنه قبل ما يموت سمع إن الأقزام فجأة بطلوا يردوا على أي حد. أول ما سمع كده وش جيسيوك فضل مفتوح، حس إن كل كفاحهم كان مجرد ضياع. وفجأة بيزدوك قال حاجة صادمة تانية، أي حد دخل المنجم ده عشان يعرف الحقيقة مرجعش تاني. وش دوره بيض كأنه شاف شبح وكان جاهز يسيب الكهف فوراً. صرخ إن الكلام المرعب ده كان المفروض يتقال من الأول، لكن بيزدوك رد بنفس البرود تاني، ما حدش سأل فما قلتش. كل ما بيتعمقوا جوه الكهف دوره كان بيخاف أكتر وسأل إذا كان لسه صح إنهم يكملوا، لكن جيسيوك فضل مصمم وقال طول ما جينا لحد هنا مفيش فايدة من الرجوع. فجأة قزمين كانوا مستخبيين على صخرة شافوهم وبدأوا يهجموا. دوره اتصرف بسرعة وصد الضربة بجسمه زي البطل الحقيقي. جيسيوك وبيزدوك فوراً بدأوا يبصوا للمهاجمين وبيزدوك جري كأنه هيلقن حد درس، لكن في النص جيسيوك صرخ ما تموتهمش يمكن يكونوا مفتاح السر. كده قفلنا باب الحلقة ولسه الخير لقدام. القصة هتولع أكتر وأكتر. اعمل لايك ووريني تعليق يخلي الجو يهيص. ولو انت داخل كده من نص يلا على قائمة التشغيل كمل من البداية. ويلا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.